السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم حبيباتي؟ إن شاء الله طيبين وفي أحسن حال. اليوم إن شاء الله راح أسوي لكم وصفة للجسم جدا جدا رائعة وممتازة، وبتخلي لك الجسم في قمة رونقه وجماله وروعته. اليوم إن شاء الله راح نسوي مع بعض دلكة الفواكه السودانية. على أساسها أنا أخذتها من وحدة سودانية، يعني أخذتها من المنبع. هذه الدلكة يا بنات بتصفي الجسم، بتلمع الجسم، بتخليه يلمع. حتى وانت ما انت حاطه كريم، ما انت حاطه اي نوع من انواع الكريمات، بتحسي جلدك يلمع. بتشيل لك التصبغات، تزيل التصبغات بكل انواعها. كمان بتنشط الدورة الدموية. احنا نعرف ان الدلكات لها فوائد كثير جدا 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 للجسم. في اليوم ان شاء الله راح اسوي لكم دلكة الفواكه. انا قبل كده نزلت دلكة البودرة، وده الحين بنزل لكم دلكة الفواكه، وان شاء الله راح انزل لكم كمان اشياء كثير. نقول بسم الله ونشوف ايش معانا مكونات الدلكة. عندنا هنا نص كوب طحين، وعندي هنا كوب موية وموزة وبرتقالة وليمونة. اول خطوة يا بنات لازم نمشيها خطوة خطوة علشان تكون مضبوطة معاكي تمام. اول خطوة يا بنات ان انا راح اخذ نص الموية واحطه في قدر واخليه لحد ما يغلي. عرفتوا؟ احطه في القدر واخليه لحد ما يغلي. النص الثاني راح اصبه فوق الطحين واحركه. خلوكم معي. وهنا حبايبي اضفت نص الكوب، اضفته واخليه للحين يغلي شوية. النص الثاني يا حبايبي راح اضيفه فوق الطحين في الكاسة. الحين راح اخليه يغلي شوية تمام. بعد كده نروح نضيف المويه الثانية، النص الثاني في الطحين. شفتوا النص الثاني هذا راح اضيفه هنا ونقول بسم الله. بهذا الشكل. باقي شوية بس. اول شيء راح احركه لحد ما يندمج، بعدين اضيف الباقي. وهذه هي حبايبي حركت الطحين مع المويه، اعطانا هذا الشكل. الحين الخطوه الثانيه ان انا راح اضيفه فوق المويه اللي تغلي. بعد كده احركهم مع بعض لحد ما احس ان العجين زي اللي نجح خلاص. يلا معي. وهذا حبايبي زي ما قلت لكم المويه صارت تغلي هنا. ارخي على النار شويه واضيف اللي هي الطحين والمويه اللي انا حركتهم مع بعض. نقول بسم الله بهذا الشكل. شفتوا كيف؟ الحين احركها مظبوط لحد ما احس انها تنجح معي بهذا الشكل. شفتوا كيف؟ لحد ما احس ان العجين نجح معي. شفتوا كيف يا بنات؟ شفتوا كيف يا بنات؟ هذا هو. حركتها لحد ما صارت، شوفوا كيف لمت حتى معايا، صارت عجينة ناجحة. عرفتوا كيف؟ يعني الطحين يكون استوى تماما، لان اذا ما استوى الطحين ممكن تعفن معاكي وبسرعة. عرفتوا؟ احنا نبغاها تستوي تماما. بعد كذا نشوف الخطوات اللي بعدها. شوفوا كيف؟ خلاص انا احاول اني اضغطها كذا علشان ما اخلي اي شيء، يكون مطمنة تمام انها ناجحة. هذه هي. شفتوا كيف صارت؟ الحين حبايبي بعد ما نجحت العجينة تماما، الخطوة اللي بعدها راح اقطع البرتقالة بقشرها. شوفوا هذه النقطة مهمة. اقطع البرتقالة بقشرها واحطها في الكبة، وكمان الليمونة بقشرها. الموزة بس هي اللي راح اقشرها بس. وهذا حبايبي زي ما انتم شايفين كل شيء بقشره ما عدا الموز بس. الحين راح اطحنها مظبوط بالكبه، ما اضيف ولا نقطه مويه. اي مويه راح تضيفيها راح تعفن لك كل الموضوع. ما نضيف ولا اي نقطه مويه. الحين نخفقها مع بعض في الكبه او في الخلاط بكيفك.
بعد كده ارجع لكم. الحين حبايبي شوفوا زي ما انتم شايفين كيف طحنته مزبوط بالكبة. الحين راح اضيف العجين تدريجيا على الخليط، وكله اطحنه مع بعض علشان يعطيني سمك ناعم، لانك مهما يعني حركتيه بالملعقه راح يظل فيه تكتلات العجين، لكن انا يعني اسويها بالكبه او بالخلاط راح يعطيك السمك ناعم اللي احنا محتاجينه. وبكذا حبايبي شوفوا كيف ما شاء الله تبارك الله صارت الدلكه جاهزه معاي زي ما انتم شايفين. ريحتها جدا جدا رائعة، وطبعا غنية بالفيتامين سي، واحنا نعرف الفيتامين سي كيف روعة للجسم ورهيب جدا جدا جدا. طريقة الدلكة يا بنات الحين راح احفظها في علبة قزاز، احفظها في علبة قزاز واحطها في الثلاجة. وقت ما احتاج منها باخذ كمية طبعا واشيلها بملعقة ناشفة. لو جت فيها اي موية يا بنات ممكن تخرب عليك، تاخذي بملعقة ناشفة في صحن خارجي وتاخذيه معاك اللي يكفي جسمك. عرفتوا يا بنات؟ بعد كده تحطيها على جسمك كله وتخليها من ربع ساعة الى ثلث ساعة. بعدين بتاخذي زيت زيتون وتبتدي تفركي جسمك بحركة دائرية، حركة دائرية فوق الدلكة علشان منها تستفيدي من الدلكة أكثر وأكثر، وتعطيكي كمان الزيت زيتون بيعطيكي ترطيب عالي جدا جدا جدا. عرفتوا كيف؟ بعدها بتاخذ الشاور حقك عادي وتشوفي جمال الدلكة على الجسم. روعة روعة روعة. إن شاء الله يا رب إني أكون أفدتكم بهذا الفيديو الرائع الجميل جدا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.